اخيرا رجعت مصر. قعدت 4 شهور في امريكا. بص، انا تقريبا سافرت 13 14 بلد حوالين العالم. انا عمري ما لقيت الاحساس ده غير في مصر. يمكن عشان مصري، بس انا عمري في حياتي ما هرتاح او احس بالامان غير في داري. فاهم؟ معرفش، سافرت بلاد كتير بس ما حسيتش انا مرتاح غير هنا. بالنسبه لي احسن بلد في الدنيا. بس لو معاك فلوس بصراحه لازم تكون بتعمل فلوس عشان تتبسط، غير كده امان. انا لما جيت ابدا فكرت هو ايه هي الفلوس. انا عايز اعيش في مصر عشان انا كنت بسافر من قبل ما اصلا ما اعمل اي حاجه، من قبل ما اعمل ايجنسي او ان انا يبقى عندي شغل بره، او ان انا اكون عندي تيمز بتعمل الشغل بتاعي وشغال على اكتر من بزنس في وقت واحد. قبل كل ده انا كنت زيك، كنت بحاول ابدا عشان بحاول افهم. فانا قعدت مع نفسي شويه كده عشان افهم انا ايه اللي هعمله. انا دلوقتي اتخرجت مهندس، اشتغل موظف. طيب هو الموظف بيعمل ايه؟ الموظف بيقدم خدمه لحد واحد بس وبياخد قصادها فلوس. فالفلوس هي عبارة عن نتيجة باخدها لما يتوفر شخص قدامي عايز حاجة، والحاجة اللي في النص ما بيننا هي الحاجة اللي عايزها، الخدمة بتاعتي أو الوقت بتاعي. فالفلوس بقت 3 أطراف: أنا، الشخص اللي بيدفع لي الفلوس، الحاجة اللي بياخدها مني سواء هي وقت، خدمة أو منتج أو حاجة ديجيتال. تعالى أخرج نفسي بره الوظيفة عشان أنا عمري ما اشتغلت موظف قبل كده. وإيه رأيك نقدم نفس الخدمة دي بس لكذا عميل؟ بدل حد واحد بس انا موظف عنده، ليه ما اقدمهاش لاكتر من واحد؟ طب هو ليه هيجيبوني؟ طب ما يروحوا يوظفوا حد. علشان هو لو بيدفع 10 قروش انا هاخد 5 منه بس، وهديله نفس الخدمه ونفس الكواليتي ويمكن احسن، عشان هيبقى في كذا حد شغال عليها بدل واحد بس. فانا هديله نفس الحاجه ب5 قروش بدل ما يدفع 10، ومريح دماغه وما بيديرش حد. وانا هبقى قادر اروح اخد 10 عملاء، فبدل ما بعمل 10 قروش انا بعمل 50 قرش، واقدر اوظف حد عندي ب 10 20 قرش، فبقى لي 30 بدل ما انا بعمل 10. فانا كده كسبت 20 زياده. ده اللي كنت بفكر فيه. فقلت طيب هو ايه اللي انا ممكن اعمل بيه فلوس في مصر؟ علشان كان اهم حاجه فكرت فيها هو ايه، او مش هو ايه، دايما كنت بسمع الموضوع ده: لازم تخلي بالك من العربيه او وسيله المواصلات اللي انت راكبها. عشان انت لو عايز تروح من نقطه A ل B لازم تشوف انت هتستخدم ايه وانت ماشي. هل هي رجلك؟ هل هي عربيه؟ هل هي طياره؟ هل طب بي ايه اللي بيحدد من ايه لبي قد ايه؟ لو من ايه لبي ده اخر الكوكب انت محتاج طياره، مهما عملت مش هتوصل. لو بي ده بره الكوكب اصلا انت محتاج صاروخ، فمهما عملت اي حاجه غير الصاروخ مش هتوصل. فده عرفني ان لو انت عايز تعمل فلوس في مصر لازم تشوف ايه هو اللي بيعمل الفلوس في مصر وتبدا تعمله. بمعنى انك ما تجريش ورا كل الناس، سواء فكره الوظيفه او سواء فكره انك انت تعمل اللي الناس كلها بتعمله. انت حاول تشوف هي ايه احسن وسيله مواصلات هتوصلك للي انت عايزه. فانا قعدت وفكرت، قلت احسن حاجه هي ان انا اجيب عمله من بره. ليه؟ علشان انا لو عايز اعمل 100,000 جنيه في الشهر انا محتاج، لو كل عميل هيديني 10,000 جنيه وده رقم ولا قليل ولا كتير، رقم ممكن يكون افريج، مش عارف، انا بصراحه ما اشتغلتش، ما اعرفش في السوق المصري ايه الدنيا. بس 10,000 محتاج 10 عملاء عشان اعمل 100,000. و10 عملاء دي يعني انا محتاج اتليست لازم يكون معايا 2 3، فانا هديهم مرتبات، فانا تعبت. 10 عملاء ده كتير. طب بره لو افترض ده بالدولار عشان انا شغلي كله في امريكا، ده 2000 دولار. ال 2000 دولار دول ممكن بسعر الدولار دلوقتي ممكن يجوا من عميل، ممكن يجوا من 2، اقصى حاجه ممكن يجوا من 4 وده رقم قليل جدا، بس من 2 من عميل لعميلين. فالعميل العميلين اقدر اشيلهم لوحدي واحط مجهود عميل او 2 احسن ما احط ال10. خلاص يبقى احنا عرفنا ان احنا لازم ندخل عملاء من بره. هبيع ايه؟ انا هبيع ايه؟ لقيت ان اكتر حاجه، احسن حاجه تعمل فلوس بجد بجد هو التصنيع. انك تصنع في مصر وتصدر. دهب معاك فلوس؟ لا، الموضوع انتهى. تمام، مش هنعرف نعمله. الموضوع حلو، ده مستقبل، دي جايه، بس مش هعرف، وغالبا انت مش تعرف.
طيب ايه بعدها؟ ستارت اب. في كذا ستارت اب بتطلع في مصر وحلوه جدا. الستارت اب كل اللي انت محتاج تعمله عندك فريق كويس، عندك فكره كويسه، والفريق ده كله يبقى ممكن شباب عادي تجمعهم كل واحد بيعرف يعمل حاجه. عندك ام في بي او اللي هو البرودكت اللي عملته فكرته كويسه، تبدا تنزل، تبدا تلم استثمارات، تودي يلا يلا، ضربت ما ضربتش اوكي، حصل خير، فشلت مفيش مشكله. بس انت مش محتاج راس مال عشان تبدا، انت محتاج يبقى عندك الاديوكيشن او التعليم الكافي، ومحتاج فريق كويس. كانش عندي ساعتها لما جيت ابدا، ما كانش عندي تعليم كافي وما كانش عندي فريق. طب خلاص نرجع للصفر، تعالى نعمل خدمه. هي اسهل حاجه انك نعمل خدمه. انا بعرف اعمل حاجات كتير، انا مهندس بس انا ما اشتغلتش مهندس قبل كده، فيمكن ما اعرفش اشتغل. طب بعرف اعمل ايه؟ بعرف اعمل فيديو اديتنج، خلاص هبدا فيديو اديتنج. والموضوع بدا من هنا، ان انا بدات اشتغل من الحته دي زي ما حكيت في الفيديو الاولاني. لو عايز تسمع الحكايه كلها ارجع للفيديو الاولاني. شغل يوتيوب قديم قوي، اللي هو ارجع شوف الاولاني من هنا، وانا مش فارق معايا الموضوع ده، بس اللي هو مهتم ارجع، مش مهتم كمل معايا. فبدات القصه من هنا زي ما قلتها في الفيديو الاول، وبدا الموضوع يكبر. بدا ان انا خبرتها خالص ان هي كونتنت ايجنسي او كرييتيف ايجنسي، وببدا حاجه ليها علاقه بالاي اي، حاجه ليها علاقه بالكولد اوت ريتش، وبدمج مع الكونتنت بيد ادز علشان تبقى حاجه كامله متكامله. وبعدها يلا نروح نعمل ستارت اب. انا بقى عندي تيم اقدر اعتمد عليه، انا بقى عندي اقدر انفست عشان اعمل برودكت، ونوعا ما عندي تعليم كويس في دماغي فممكن استخدمه. انا لسه مش جاهز للموضوع ده ولسه ما بداتش فيه خالص، هتبقوا عارفين لما اجي ابدا. بس انا قصدي ده كان ترتيب افكاري. انا بقول لك ترتيب افكاري عشان يمكن يفيدك. انا مش جاي اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، عمري ما اعملها. وبناء عليه فهمت ان الفلوس احسن بكتير لما اكسرها واديها لحد. يعني ايه اكسرها واديها لحد؟ يعني بدل ما ادي وقتي لحد واحد بس، طب ما اديه ل10 بسعر اقل، واجيب حد يساعدني، ولف يا لمونه، او اللي هو كملي، يعني زي ما احنا كده السيركل هتدور. ده هيديني كاش فلو، هيديني مصدر تمويل شخصي اقدر اعمل بيه الحاجات التانية. كده احنا ناقصنا حاجتين. الخدمه انا قلتها لك، بس دي عايز اتكلم فيها عشان لو انت مش فاهمها كويس او مش عارف تعمل ايه. تاني حاجه هو بقى، طب الكلام حلو هنجيب بقى اللي الطرف الثالث ازاي؟ انت قلت في بني ادم اللي هو انت، وفي الحاجه اللي هتبيعها، وفي الطرف الثالث. دي اهم حاجه، هي دي اللعبه، هتجيبه ازاي؟ انا دلوقتي هروح الجيم، تمام، وبعدها هطلع على المطار عشان مسافر، وهتعرف الفيديو الجاي رايح فين غالبا. وهقول لك بقى في المطار بعد ما اخلص ايه هما الحاجتين، الخدمه اللي تقدمها، مش الخدمه بعينها يعني، هكلمك في حته الخدمه وهكلمك في حته العميل. واعتقد ان الفيديو ده ملخبط قوي، بس هو دي الفيديوهات اللي انت هتشوفها معايا، فيديوهات انا طالع بتكلم من غير سكريبت، من غير اي حاجه، هي فكره جت في دماغي طالع اتكلم معاك فيها بيور، جالي حاجه كده من القلب لقلب، كاني قاعد مع واحد صاحبي. يلا نروح الجيم واشوفك في المطار. انا وصلت المطار. الخدمه هي اي حاجه كنت تعملها في الوظيفه. انا استسهلت، انا لما استسهلت، مش استسهلت، انا كنت بعرف حاجه اعمل في الهندسه كنت عملتها. هي الفكره كلها ان انا ما كانش عندي حاجه اعملها في الهندسه عشان ما كنتش اشتغلتش فما عنديش خبره. فاللي عملته اني كنت بعرف اعمل فيديو اديتنج عشان كنت حاولت اعمل چانل كده وانا صغير عندي 18 سنه، وكنت بعرف اعمل فيديو اديتنج، خلاص ده الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها فهعملها. وهي دي الفكره، ان الخدمه بتاعتك مش لازم تكون ماركتنج، مش لازم تكون فيديو اديتنج، مش لازم تكون اي حاجه. انت لو تجاره زي بقيه الشباب، محاسب، في ناس عايزه تعمل الحسابات بس. كل البيزنسز الصغيره والوسط اللي هي الاس ام ايز بتبقى مش عايزه تعين محاسب، مش عايزه تعين تيم كامل، فاللي هو انت اعمل الحاجات دي ليهم سنويا او شهريا وخلاص، وبتاخد جزء صغير بدل ما يوظفوا حد. دي محامي ذاكر قانون دولي، طبعا مش خبير في الحاجات دي بس ذاكر قانون دولي وتقدر تعمل حاجات. طب اسنان، في بيعملوا ديزاينات كده للسنان. مهندس، كلها ديزاين، كلها ديزاينات، مش محتاج اصلا تشتغل في مصر. فهي ملهاش علاقه بالماركتنج والفيديو اديتنج والحاجات دي، هي لها علاقه باي حاجه انت بتعرف تعملها ينفع تتعمل من غير وجودك الجسدي. يعني ما ينفعش مهندس موقع، بس ينفع مهندس معماري، او اللي هي الاركتكتشر، مش عارف معماري، اللي هو بيرسم. دي بالنسبه للخدمه. الخدمه ممكن تكون اي حاجه. تعرف تعمل فيديو اديتنج، خش يا باشا فيديو اديتنج. تعرف تصور، صور اللي انت بتعرف تعمله. بالنسبه للعميل ممكن الخص الكلام ده كله في حاجه واحده بس، الا وهي كتاب لالكس هرموزي. الراجل ده عبقري، الراجل ده جامد قوي. اسمه ليدز، how to make people buy your stuff، او حاجه شبه كده، بس هو اسمه ليدز يعني، لالكس هرموزي. 100 مليون دولار ليدز. بيعرفك ايه اساسا بروسيس الليدز، ويعني ايه ليد، ويعني ايه انك تجيب الليد اللي هو عميل بس لسه ما قفلش الديل. وهو حتى بيعرف الليد جوه، اللي هو تعريفه كان جامد قوي.
بس الفكرة كلها في العميل ان انت لما بتختار الخدمة بتاعتك لازم تحدد انت هتارجت مين. انت اخترت المحاسبة، انت هتعمل محاسبات للمطاعم، لازم تبقى محدد قوي. فخلاص انا بعمل حسابات للمطاعم، انا مش هتارجت اي حد تاني. طبعا لو جالي اي شركة تانية هوافق، بس انا بخبط على المطاعم، يا مطاعم انا عايز اعمل لكم الحسابات بتاعتكم. في حاجات كتير قوي. في حاجه اسمها في اي، اصلا في اي ده اللي هو فيرتشوال اسيستنت. انت بس بتروح تاسست المحامين. بتروح لو انت محامي ممكن تعمل فيرتشوال، تبقى فيرتشوال اسيستنت لمحامي بره، محاسب لمحاسب بره. فهو هيبقى حابب ان الفيرتشوال اسيستنت بتاعه فاهم الشغلانه وهو بيساعده. فيرتشوال اسيستنت دي السكرتير من الاخر. في حاجات كتير ممكن تعمل. الفكره كلها انك بتحدد انت عايز ايه وتروح تعمله. فاللي انا حددته انا فيديو اديتنج، وزي القصة اللي حكيتها برضو تاني، الفيديو الأولاني روح شوفوه. جت معايا بكونتنت، جت معايا بماركتنج، جت معايا إن أنا حابب أعرف إزاي أجيب ليدز، إزاي أجيب عملاء علشان أقدر أعمل أي بزنس أنا عايزه. ملخص الحكاية: تعرف تعمل فلوس في مصر؟ لو اخترت وسيلة المواصلات الصح. تعرف تعيش عيشة كويسة في مصر؟ اه لو اخترت وسيلة المواصلات الصح. حاليا في المطار والطيارة غالبا قدامها نص ساعة ولا حاجة، فلازم أقوم أتحرك. في فيديو جاي أنا عايز أعمله لما أرجع مصر. عنوان الفيديو هيبقى هي مصر فعلا احسن من غيرها، او مصر فعلا حلوه والحياه حلوه حاجه كده يعني. عايز اعمل عايز اعمل فيلم، عايز اعمل حاجه دوكيومنتري كده رايقه لما ارجع. حتى هحتاج مساعده من التيم عندي ان هو يشاركني البتاع ده. جالي تليفون. المهم اشوفكم الفيديو الجاي. ما اعرفش عايزين تعملوا سبسكرايب ولا لا، بس يعني شوفوا اللي انتوا عايزينه. وسلام، بحبكم.